عبر التاريخ كان هناك مجرمون تركوا بصمة مرعبة في العالم بسبب وحشيتهم وجرائمهم المروعة. من بين هؤلاء هناك 10 شخصيات إجرامية تعتبر من الأخطر على الإطلاق. أولهم جاك السفاح، وهو قاتل متسلسل مجهول الهوية ظهر في لندن عام 1938 وكان يستهدف النساء ويشوه ضحاياه بوحشية، مما جعله أحد أشهر القتلة الغامضين في التاريخ. يليه تيد بندي، قاتل متسلسل أمريكي قتل أكثر من 30 امرأة في السبعينيات، وكان يتمتع بذكاء وكاريزما ساعداه على خداع ضحاياه. أما بابلو إسكوبار فهو زعيم كارتل المخدرات الكولومبي الذي نشر الفوضى في كولومبيا خلال الثمانينيات، مسؤول عن آلاف الجرائم بسبب تجارته الضخمة في الكوكايين. هناك أيضا جوزيف ستالين، الزعيم السوفيتي الذي تسببت سياساته القمعية في وفاة ملايين الأشخاص من خلال حملات التطهير القاسي والمجاعات القسرية. يليه أدولف هتلر الذي أشعل الحرب العالمية الثانية وكان مسؤولا عن إبادة الملايين خلال الهولوكوست. ومن القتلة المتسلسلين البارزين جون واين جيسي، المهرج القاتل الذي قتل أكثر من 30 شابا في السبعينيات وكان يدفن ضحاياه تحت منزله. كما يعد ريتشارد راميريز المعروف باسم المتعقب الليلي من أخطر القتلة المتسلسلين في أمريكا، حيث ارتكب عشرات جرائم القتل والاعتداءات خلال الثمانينيات. أما تشاوتشيسكو دكتاتور رومانيا فقد حكم بلاده بالقمع والتعذيب، ما أدى إلى إعدامه خلال الثورة الرومانية. ولا يمكن نسيان تشارلز مانسون، زعيم طائفة دموية أمر أتباعه بارتكاب جرائم قتل مروعة، من بينها قتل الممثلة شارون تيت. وأخيرا هناك إليزابيث باثوري المعروفة بالكونتيسة الدموية، والتي يقال إنها قتلت مئات الفتيات في القرن السادس عشر للحصول على دمائهن للحفاظ على شبابها. هؤلاء المجرمون تركوا بصمة مرعبة في التاريخ، وكانت جرائمهم دليلا على مدى وحشية الإنسان حين يفقد إنسانيته. الدكتاتور بشار الأسد رئيس سوريا منذ عام 2000 قاد البلاد إلى واحدة من أسوأ الحروب في العصر الحديث، حيث قتل مئات الآلاف من المدنيين وشرد الملايين بسبب القصف العشوائي واستخدام الأسلحة الكيماوية والحصار المميت على المدن. نظامه متهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والقتل في السجون، ما جعله واحدا من أكثر القادة قمعا في العصر الحديث.